الحسن البكوري مستشار مجلس مقاطعة الحي حسني حزب اتحاد الشركة للقوات الشعبية. اليوم كنتواجدوا في دورة يونيو 2025. الدورة اللي كتعرف مجموعة من النقاط المتعلقة خصوصا أولا الملتمسات المتعلقة بالباعة الجائلين، واللي كانت في إطار التفاعل ديال رئاسة مجلس مقاطعة الحي حسني مع الطلب ديالنا في إطار تفاعل، أيضا تفاعلنا مع المواطنين والمواطنات، ولا شك من ذلك المتعلق بالمسألة ديال التجار والمهنيين وخصوصا منهم الباعة الجائلين، اللي طرحنا في واحد النقطة كمراسلة رسمية من أجل إدراجها من أجل وضع ملتمس لجماعة الدار البيضاء من أجل إيجاد حلول هذه المسألة. أيضا كانت النقطة الثانية التي لم يتم التفاعل معها حتى اللحظة اللي هي إحداث لجنة موضوعاتي تتعلق بسوقي صورصة واحد وجوز سيد الخدير. طبعا كنعرفوا الأوضاع اللي كيعيشوها التجار والمهنيين في سوقي صورصة واحد وجوج، أسوة بباقي الأسواق الذي وصلت اليوم إلى حوالي 8 ديال الأسواق على مستوى تراب عمالة مقاطعة الحي تم الهدم ديالها دون إيجاد حلول أو بدائل، والأمر الذي نعتبره ربما لا يتوافق حجم اولا التحديات اللي كيعيشوها المواطنين والساكنه، اللي خصنا على الاقل نوجدوا بدائل وحلول، وخصها تكون في اطار تشاركي مع جميع اطياف المجلس باش نوجدوا الحلول الانيه للتجار هذو. اليوم كاين هذا الملتمس، ما تجاوبش معنا في احداث اللجنه الموضوعاتيه خلال بدايه الجلسه في اطار نقطه نظام مصدريه. تم الاشاره الى السيد الرئيس انه اليوم بيدنا الحل اننا على الاقل نفتحوا نقاش حول الوضع ديال الاسواق، ونوجدوا نحاولوا نديروا احداث ديال لجنه موضوعاتيه باش نقدروا نناقشوا الوضعيه ديال المتازمه ديال هذا التجار. ثانيا كاين النقطه المتعلقه اللي ذكروها في جدول الاعمال المتعلقه بشركه العمران. للاسف ما حضرش المسؤول عن الشركه، واللي كان اعتقد ربما كانت مجانبه للصواب. الفتره الانيه اليوم كان عندنا هذه المواضيع ديال التجار بالدرجه الرئيسيه، وخصوصا انه قبيل الدوره تم عقد لجنه اقتصاديه في اطار المساله ديال النقط المتعلقه بجدول الاعمال في الاسواق. للاسف الاغلبيه لم تكتمل نصابها في الجلسه الاولى. الجلسه الثانيه اكتملت مع ربما عدم افاد معطيات تتعلق بالملتمسات، واليوم حينما نرفع ملتمسات لجماعه الدار البيضاء لا شك خصها تكون مرفقه بمجموعه من المعطيات، مجموعه من الوثائق، لانه جماعه الدار البيضاء بنفسها كتعطيها المقترح وكتعطيها شنو هما البدائل باش يتخاذ بعين الاعتبار خلال دورات جماعه الدار البيضاء. للاسف المكتب المسير لجماعه مقاطعه الحي حسني ما عطاناش وثائق تفيد شنو هما الحلول، ولهذا طلبنا تشكل لجنه مشتركه ما بين الاقتصاديه واللجنه ديال التعمير باش يعطيونا البلان داميناجمون شنو هو اللي في اطار برنامج العمل ممكن يستافد منه. وعندنا واحد المقترحات المتعلقه اولا ايجاد وعاء عقاري ربما يقدر يستوعب المجموعه ديال اللي كنتحدثوا ما يزيد على 2500 تقريبا محل تجاري على مستوى تراب عمالة مقاطعه الحي حسني، وهذا الرقم كبير جدا اللي كان الى ضربنا تقريبا غير كل محل واحد 3 ولا 4، كنتحدثوا على ما يعادل واحد 10,000 تقريبا اسره على مستوى عماله مقاطعه الحي حسني. وهذا الامر هذا راه صعيب جدا. الا كنا كنتحدثوا على مشاريع تنمويه ما عندناش اشكاليه، ولكن لا بد ان نستحضر المقاربه الاجتماعيه في اولا الحفاظ على القوت اليومي لهذا التجار هادو، لان اليوم كنعرفوا تجار مهنيين يعني خارج التراب، خارج اسوار الاسواق ديالهم، واللي كنعتقد فيها اشكاليه في المقاربه الاجتماعيه. اذا كانت هذه حكومه الدوله الاجتماعيه هذه هي المشاريع التي قدمتها، فكيفاش غادي نتصوروا انه هاد الساكنه ولا هاد المواطنين يحافظوا على مصدر القوت ديالهم؟ نحن من موقعنا حزب اتحاد الشركه للقوات الشعبيه ندافع على جميع القضايا الوطنيه العادله، قضايا المواطنين، ولا شك ان القضيه الاجتماعيه والقوت اليومي اهم القضايا التي يجب الدفاع عليها الى جانب الصحه والتعليم وباقي القضايا. وشكرا.